السلام عليكم، أهلا بيكم في سنت مايند. في أسماء عطور بتعدي علينا مرور الكرام، وفي أسماء بتفضل حفرة اسمها في التاريخ. كريد أفنتس، عطر الناس وصفته إنه ربما يكون رائحة السلطة والنجاح والهيبة والانتصار. لكن تخيل معايا للحظة لو قلت لك إن القصة اللي العالم كله مصدقها ممكن تكون ناقصة أو ملعوب فيها. لو قلت لك إن ورا الإزازة دي في أشباح. أهلا بيكم في سنت مايند، اسمي فايق. وعشان نفهم القصة كلها لازم نرجع ورا بعيد شوية، سنة 1760 في لندن، في حي اسمه ماي فير. رجل إنجليزي اسمه جيمس هنري كريد فتح محل خياطة صغير. ما كانش بيصنع عطور ساعتها، كان بيصنع بدل وبس. مش أي بدل للفاخرة، للنبلاء والأرستقراطيين، بشوات البلد يعني. والقصة الرسمية بتقول إيه؟ بتقول إن في نفس السنة الملك جورج الثالث ملك إنجلترا استلم من كريد هدية عبارة عن إيه؟ جوانتي جلد معطر. أيوه، مش عطر، جوانتي مدبوغ بطريقة فيها روائح فاخرة. جلد بيستخدم رائحته كجزء من فخامته. ومن اللحظة دي حسب القصة الرسمية كريد دخل عالم العطور من باب الجلد. بعدين القصة بتكبر. الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا هي بنفسها بقت زبونة عند كريد، وأصبح كريد المورد الرسمي بتاع القصر الملكي. الإمبراطور فرانس جوزيف ملك النمسا والمجر برضه بقى زبون. الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث في فرنسا كانت برضه زبونة، وهي اللي طلبت من كريد إنه ينقل مقره من لندن لباريس سنة 1854. ومن ساعتها كريد بقى في باريس. 7 أجيال من عيلة كريد بيصنعوا العطور، أب لابن الحفيد لمدة 260 سنة. هوب، وقف عندك. ده اللي كريد بيقوله عن نفسه. لكن هل القصة دي حقيقية؟ الحاجة اللطيفة في القصة دي اللي بيدققوا في التاريخ صحفيين ومؤرخين عطور اكتشفوا حاجة مزعجة. مفيش دليل أرشيفي حقيقي وحيد على وجود كريد قبل الستينات والسبعينات من القرن العشرين. أيوة، القرن العشرين، مش 1760 بل 1960. الترخيص الملكي حتى بتاع الملكة فيكتوريا اللي بيتكلموا عنه طلع لشركة خياطة تانية اسمها كريد اند كيمبرلاند، اللي مش معروف فعلا إذا كانت الشركة دي ليها علاقة فعليا بكريد العطور اللي احنا نعرفها اليومين دول ولا لأ. الجوانتي حتى المعطر اللي اتقدم للملك جورج الثالث مفيش حد لقى دليل عليه. ال7 أجيال من العيلة، التاريخ الفعلي اللي ممكن تتحقق منه بيبدأ من أوليفييه كريد نفسه هو وأبوه. يعني التاريخ كله احتمال يكون مكتوب بأثر رجعي. طب ليه حد ممكن يعمل كده؟ لأن العطور يا جماعة بتبيع القصة. ولما تقول للزبون إن العطر ده عمره 260 سنة، وتقول له إن العيلة دي بتصنعه من جيل لجيل، وتقول له إن الملكة فيكتوريا كانت بتستخدمه، أنت ما بتبيعش عطر، أنت بتبيع تاريخ. والتاريخ ده ممكن يكون مخترع بالكامل. اليوم كريد مش عيلة بتصنع عطور في شاتو فرنساوي. اليوم كريد اتباعت سنة 2020 من العيلة نفسها لشركة استثمار كبيرة اسمها بلاك روك، واتباعت سنة 23 من بلاك روك لشركة اسمها كيرينج اللي بتمتلك جوتشي وإيف سالوران. واتباعت بكام؟ ب3.5 مليار يورو. أيوة، 3.5 مليار يورو. وبعدين كيرينج سنة 2025 باعتها للوريال ب4.5 مليار يورو. لوريال طبعا هي أكبر شركة مستحضرات تجميل في العالم. 3 ملاك لكريد في 5 سنين. العيلة اللي بتصنع العطور من 260 سنة خرجت من القصة تماما. طيب تعال نتكلم عن الراجل اللي كريد بنت عليه أسطورة أفنتس، نابليون بونابرت. في الغرب نابليون بطل، في الغرب نابليون عبقرية عسكرية، في الغرب
نابليون رمز القوة والذكاء والإرادة. لكن إحنا الموقف مختلف شويتين. 1798 نابليون قاد حملة عسكرية على مصر، دخل اسكندرية ب35 ألف جندي، دخل القاهرة وعمل الأزهر الشريف اسطبل لخيول جنوده، حكم مصر 3 سنين كاملة، وكانوا سنين ظلم وطغيان ومهانة. وفي طريقه حمل حملته لبلاد الشام، راح لغزة ويافا اللي ارتكب فيها مذبحة قتل فيها آلاف الأسرى، وحيفا وعكا اللي حاول يحاصرها وفشل. نابليون بالنسبة لينا مش بطل. نابليون اللي كريد مادح فيه ويقول ان عطر افنتوس مستوحى من قوته وانتصاراته، ده نفس نابليون اللي نهب الآثار المصرية وشحنها لمتاحف باريس، نفس نابليون اللي استخدم الأزهر اسطبلات لخيول جنوده، نفس نابليون اللي قتل آلاف المسلمين في يافا. ده الراجل اللي كريد بيقول ان افنتوس ريحته علشان يبيعه طبعا، بس افنتوس ولا ريحته ولا بتاع ولا ليها علاقة بالمجرم ده. حتى نابليون نفسه كان له قصة عطرية. الموضوع الغريب ان نابليون فعلا كان مهووس بالعطور، بس مش بالطريقة اللي كريد بيقول عليها. نابليون كان مهووس بالكولونيا، ريحة حمضيات فيها روزماري وبرجموت وليمون، كل شهر، والكلام ده من الأرشيف الوطني الفرنسي نفسه. نابليون كان بيستهلك من 50 ل70 إزازة عطر في الشهر، يعني تقريبا إزازتين ل3 في اليوم. كان بيصبها على رقبته، كان بيمسح بيها جسمه كله بفرشة، كان بيحط إزازة صغيرة في البوت العسكري بتاعه عشان يستخدمها في المعارك، وأحيانا والكلام ده موثق كان بيشرب منها لأنه كان فاكر إنها بتقي من الأمراض. حتى في منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا، أكتر حاجة كان بيشتكي منها يا حرام مش الحبس ولا الأكل، بل إنه مش لاقي الكولونيا اللي بيحبها. وفي سنة 2021 في بروفيسور بريطاني من جامعة ديمونت فورت قدم بحث علمي بيقول فيه إن نابليون مات بسبب الكولونيا. أيوه، مات بسبب الكميات الضخمة من الزيوت الأساسية اللي كان بيحطها على جسمه يوميا لمدة 20 سنة، سممت دمه وسببت السرطان اللي قتله في النهاية. نابليون الإمبراطور اللي غزا أوروبا ما قتلوش جيش أعداء، ما قتلوش الحبس، ما قتلوش التعذيب، قتلوا العطر، قتلته الكولونيا. فرنساوي برضه. لما كريد باع لنا القصة دلوقتي، انت عارف ان كريد مش شرط عمرها 260 سنة زي ما بيدعوا، ونابليون مش بطلنا. وعلى فكرة نابليون نفسه ما كانش بيحب ريحة الأناناس، كان بيحب الليمون. ومع كل ده سنة 2010 بيت كريد يطلق عطر جديد اسمه افنتوس، ومن أول لحظة العالم وقف. ريحة أناناس مدخن وبرش وأخشاب ومسك وثقة غريبة جدا. كان في حاجة في العطر ده تخليك حاسس انك داخل اجتماع وانت عارف ان انت هتكسب اي تفاوض. شركة كريد قالت ان العطر مستوحى من نابليون القائد الامبراطور اللي وفجأة العطر بقى اكتر من عطر، بقى خيال. الناس بدأت تتكلم عن الراجل الألفا وعن الهيبة وعن النجاح، وأصبح افنتوس مش مجرد عطر، بقى مكانة وواجهة اجتماعية. وخلينا نكون صريحين، كريد كانت عبقرية في الحكايات، بيت عريق، تاريخ يمتد لمئات السنين، عطور للملوك والأباطرة، والناس بتحب القصص دي لأن البشر مش بيشتروا المنتج فقط، البشر بيشتروا المعنى. لما تشتري فيراري، ربنا يرزقنا ويرزقك بالحلال، انت مش بتشتري مجرد سيارة. ولما تشتري رولكس أو تجيلك هدية لما تبقى رئيس نادي ولا لاعب كرة مشهور، انت مش بتشتري ساعة. واول ما كريد بعت لك افنتوس، هي ما بعتلكش مجرد عطر، هي بعت لك صورة الرجل القائد الاسطوري. لكن بعد سنين في صحفي اسمه جيب اوبنهايم بدأ يسأل أسئلة خطيرة جدا، أسئلة محدش كان عايز يسمعها. هل فعلا أوليفيه كريد هو العقل الحقيقي ورا عطور كريد كلها؟ هل فعلا كريد كشركة بتصنع كل شيء بنفسها؟ ولا في ناس تانية ورا الستارة؟ سنة 2021 أوبنهايم نشر كتابه The Ghost Perfumer، العطار الشبح، وكل العالم اللي فاكره عن كريد اتغير. طلعت أسامي محدش كان يعرفها، طلعت أسرار محدش كان متخيلها، طلعت حقيقة واحدة، إن كل اللي انت فاكره عن افنتوس
ممكن يكون غلط. ده نهاية الجزء الأولاني من القصة. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني، هنقابل الأشباح وهتعرف إيه اللي عملوه وليه محدش عرف عنهم حاجة لسنين. استنوا الجزء الثاني واعملوا سبسكرايب علشان ما تفوتوش الحلقة. كان معاكم فايق، وده برنامج سنت مايند. لو مالكش في العطور ومش مهتم تعرف حصل إيه بعد كده، فكك مني.